ضيفيك الكريمين إذا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان أينما كنتم عبر قنوات بي إن سبورتس، نأتيكم هنا في فصل جديد نعم بالنسبة للدوري الأكثر إثارة ومتعة. تحدث أحد الأسماء الجميلة في الفترة الأخيرة بالنسبة للسيتي، وهنا لدينا كرة الهدف الأول التي تبعد إلى ركلة زاوية لمصلحة مالي سيميدو تشانغ وراؤول خيمينيز وأداما تراوري. التمرير عادي 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 عادي، وهذا ما خلى الجمهور ونحن والمحللين والمراقبين والمحبين ووالكر اللي يحتاج الى راحتهم، لانه لسه الامور طويله جدا. هذا ريكو، هذا الممتاز، هذا الشاب الذي يكسب، لكن هناك هذه كلها تعاقدات يريد من خلالها العوده. هذه كره جاندوجان في الجهه اليسرى، مرت سقوط ياتي وخطا لمصلحه مانشستر سيتي. مطالبه ببطاقه صفراء نعم تظهر انها تبعد من المتراجع نعم. ما مضى من إثارة ومتعة، ويتبقى لدينا فصل آخر من الجنون والدراما الجميلة في الفترة الأخيرة بالنسبة للسيتي. وهنا لدينا كرة الهدف الأول التي تبعد إلى ركلة زاوية لمصلحة مانشستر. حاول وصلت إلى إمريك لابورت، نونيرة جدا. هذه كرة جريليش، عند الكرة جاك، يحاول جاك اليسرى، مرت سقوط يأتي وخطأ لمصلحة مانشستر سيتي. مطالبة ببطاقة صفراء نعم تظهر البطاقة الصفراء المبكرة عند راؤول خيمينيز. كرة الآن يا على هذا تدخل هي كان هوانغ وهنا ماريو ليمينا. الكرة يمرر إلى كيفن دي بروين، عرضية موجودة على مستوى رقم كبير فيه، لكن هو الآن كرة خطيرة، والكرة لهالاند مرة أخرى حاول من خلالها إيرلينغ هالاند، وصلت إلى رياض. كرة رياض عادت ناحية لويس، الكرة العالية بامتياز لجاك. هذه الكرة الخطيرة إلى كرة عرضية، القام الثاني خطيرة من جاك، لكنها طالت على ومرت على جاك جريش، تحولت إلى ركلة مرمى. هامبتون ما هي بسيئة كعدد لإيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب 22 سنة، عمره 22، مسجل الآن. لروبن يلعب الكرة العالية خطيرة تماما، لكن جون ستونز يتدخل ويبعدها إلى خارج أرضية جاندوجان. يبدأ الخطر والآن تسديد. لا زالت الكرة لدى السيتي. هذه خطرة لكنها على رأس جاندوجان. خطرة تكررت كثيرا. يأتي اليوم رياض، الحل عند رياض، العمل عند رياض، الكرة العرضية لن يسجل، أعتقد أمر صعب. هذا رودري بتسديدة قوية ذهبت إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة رودري هذا الأسباني دي ممتازة إلى جاك دي بروين، يحاول الآن لدينا في الجهة اليسرى. هنا الخطر الآن، جاك وحده، رياض يمرر رياض وكرة خطيرة. الله، هو الأسلوب الذي تحدثت عنه. نعم، العرضية التي تأتي من كيفن دي بروين، يلعب الكرة العالية للاعب الأطول للمتر والأربعة يستمر اللعب. هذا جاك مطالبة بركلة جزاء لمصلحة مانشستر سيتي. كيفن دي بروين جاك الثاني، جاك الله. جوارديولا اليوم حالف انه لا يلعب بأظهرة في هذه المواجهة. هذه كرة بابلو سرابيا، السرعة كانت في اللقطة الماضية، هذه خلاص، هذه واضحة. ركلة جزاء تأتي الآن. هنا هالاند، الله، ثاني أهداف السيتي، لكن عن طريق إيرلينغ هالاند. الكرة عادت إلى جاك، يحاول جاك، عالية، محرز،
لم يحرز، محرز لم يحرز ثالث له. اوه لا 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 لا، وايد 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 وايد. لا 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 يا خوسيسا، هي ناقصة، هي مش ناقصة يا خوسيسا. كيف وقعت في المحظور؟ إلى هالاند كل التحية، لكن امريك لابورت الابعاد يأتي من جريليش يترخص 60. ليش أقول هذا الكلام؟ أنتم عارفين ليش. رياض محرز في الجهة اليسرى، هذا جاءت محاولة خطيرة لكن لم يظهر بالصورة الممتازة. وهنا لدينا محاولة لتسجيل الهدف، ولكن ناثاناكي يتدخل وبابلو سرابيا يطالب بركلة جزاء. بابلو سرابيا يطالب. خلاص هذه خلاص، هذه خلاص. الله 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 الله. لكن هناك راية وتسلل على رياض. راية ينقل الكرة الآن وأول أهداف. الله، الفكرة ممتازة.